أهلا بيكم في قناة قصص وروايات، مكان بنحكي فيه حكايات تدخل القلب وتفتح لك باب للتفكير والأمل. لو حسيت في يوم إنك تايه، القصة دي ليك. يلا بينا نبدأ. كان يا مكان في شاب اسمه نديم، كل شوية يحس إنه تايه من نفسه، من حلمه، من الطريق. وكل مرة التوهة تزيد، كان يعمل حاجة واحدة بس: يفتح صندوق خشب صغير كان محتفظ بيه من أيام طفولته. جواه شوية حاجات بسيطة: عربية لعب، صورة مرسومة بإيده، جواب قديم كتبه وهو صغير بيحلم. كان الصندوق ده بالنسبة له زي مفتاح بيرجع له روحه. لكن في يوم الدنيا خبطت فيه جامد، خسر شغل، علاقات انتهت، كل حاجة بقت ضباب. رجع بيته وهو مش قادر حتى يتكلم. قعد قدام الصندوق، فتحه بإيده المرتعشة يدور على اللي يطمنه، لكنه ملقاش غير ورقة واحدة بس، مكتوب فيها بخط إيده من سنين: كل حاجة بتدور عليها جواك. ساعتها اتجمد وقعد ساكت، وكأن الزمن وقف لحظة. بدأ يبص حواليه وبعدين جوه نفسه. شاف قد إيه كان بينسى يسمع لصوته الداخلي. شاف إنه كان دايما بيدور بره، وهو طول الوقت جواه كنز كبير اسمه هو. من اليوم ده نديم قرر يعيش من جواه، يسمع لقلبه، يحترم أحلامه، وما يستناش حد يقوله أنت تستاهل. هو بقى عارف إنه يستاهل. العبرة: أوقات بندور في الصناديق، والكنز الحقيقي بيكون جوانا. لو ضيعت نفسك يوم، افتكر إنك دايما تقدر تلاقيها، بس لازم تدور جوه الأول. لو عجبتك القصة، دوس لايك واشترك في قناة قصص وروايات، وفعل الجرس علشان توصلك كل حكاياتنا. ونشوفكوا في قصة جديدة قريب، بس لحد وقتها خليك دايما فاكر: الكنز جواك.